وأشرف المرسلين. في البداية يسرنا في المركز العربي الأفريقي للإعلام والتنمية أن نرحب بكم جميعا في إطار استجابتكم لهذه الدعوة التي تأتي في إطار انطلاقة الموسم الثقافي للمركز خلال سنة 2014. وقد اقترحنا أن يكون ضمن أنشطة هذا الموسم نتناول من خلال هذا الموسم بعض القضايا الثقافية وخصوصا في مجال التراث الأدبي. وفي هذا الإطار سنقدم لكم اليوم تقديما لديوان الأديب والشخصية الوطنية الموريتانية المعروفة الأديب الموريتاني أحمد سالم ولد محمد الوبوط في إطار مجموعة أدبية اختير لها أن تكون أو أن تلم بميراث وأدب وتاريخ وتراث هذا الأديب، وذلك من خلال البحث الذي تقدم به الأستاذ الباحث بوه والصدف المحندان. طبعا أنا سبق لي أن التقيت معه خلال السنتين الماضيتين في إطار هذا البحث الذي يشرف عليه الوالد والأديب سالم والببوط. وطبعا قام بجهد جبار في إطار لفتة لهذا التراث الذي يجب أن نهتم به جميعا وأن تتداوله الأجيال، خصوصا أجيال المستقبل، وخصوصا أن الأمم لا تنسجم إلا مع ثقافتها ومع تراثها ومع أدبها. في هذا الإطار اقترحنا أن تكون هذه الأمسية تتناول تقديم هذا الديوان، وبالتالي كما تلاحظون الحضور اخترنا لا يكون حضورا واسعا، أن يكون حضورا نوعيا، لأن الحلقة هي مجرد حلقة نقاش وحلقة تقديم لهذا الديوان. ستكون هناك أمسية موسعة لاحقة في مكان أكبر اتساع من قاعة المركز التي هي قاعة طبعا الاجتماعات، ومن خلالها سيتم توزيع هذا الديوان بعد أن يتم التقلب على كل الإجراءات الفنية المصاحبة لبروزه في شكله النهائي. إذن لا يسعنا إلا أن نرحب بكم جميعا وأن نشكركم على استجابتكم لهذه الدعوة، وسنحيل الكلمة إلى نعم الكلمة إذن سنحيلها الآن إلى الأديب والوجيه والشخصية الوطنية والإدارية المعروفة بيننا، والتي لها إسهامات كبيرة في إطار نشأة الدولة الموريتانية الحديثة، ليقدم لنا فكرة هذا المجهود الأدبي الرائد والبناء والذي جاء في وقته المناسب. المركز الثقافي العربي على هذه المبادرة واحتضانه لنا بذي المناسبة ذي، وأشكر الحضور على استجابتهم للدعوة، ولا أطيل عليكم باللي الهدف من هذا الديوان اللي طبعا لسنتين أنا لابن بوه نجمعوه، وما زال قاعد نقولون هذا لا ما زالت مسودة، ما هو متمم، مع أني لاحظت قدر من الضمجة بالنسبة لولاية أدرار فيما يدور في الحكاية وفي اسمهم، ثم غيبة لبعض الأدباء، ولا اقتصرت على الوالد أحمد سالم رحمه الله، ثم أدباء آخرين منهم أحمد سالم والكعباش، ومنهم أحمد العلية، ومنهم محمد المبارك، ومنهم إبراهيم العوينني، ومنهم علي والأبيض. هذا بالنسبة بعد للأدبي والعلية. ثانيا هم اللي الأدب اللي أصلا وعد الشور، كيف الإقطاع اللي يخلق بينات البلدان، سواء في المأكل سواء في أخبار الشعار
ثانيا اللي جبت مقتطفات من التاريخ بالنسبة لولايتنا احنا هذه وبالنسبة لأولاد حي من عثمان وتشكيلتهم الاجتماعية وإمارتهم والتطورات وصولات جيرانهم عليهم وصولاتهم هم بصفة ماسيانها حقيقة وحكما ما تثور الشعور، مع أن قاعد التاريخ ما يثور الشعور، لو كان يثورهم ما تعود ألمانيا وفرنسا اليوم كأنهم هم حربة الوحدة في أوروبا. إذا بالنسبة لنا احنا ذاك اللي يوقع بينا هنا داخلي بينت قدر منه، وذاك اللي يوقع بيننا احنا والناس بينت منه قدر ذاك اللي جبرت ولابست فيه اللي حقيقة وحكما يلا تنفضوا عنه الغبار، إياك ما تعود فمثلات حساسية بالنسبة فيما جرى لهذا العنصر اللي احنا منه اللي ينقال له المغافرة. هذا بعد هو القصد، هو القصد. واخترت عود هذا كأنه إضافة المجهود الكتاب الآخرين والباحثين، إياك يزيد التراث الوطني إضاءة أكثر فأكثر للجميع. واعذروني أنا ما أنا حساني بالطبع، نعرف الكلام الحسانية ما نطابع له العربية وتوف. هذا هو اللي لا نقول. واشكركم جميعا وقايل لكم ان هذه هي الطبعة الأولى. الطبعة الأولى أصلا بها قاع لا كتبت باطل الناس اللي تكتب الطباعة هم من أنفسهم، لابد من يعود فهم قدر من الخلل، وذاك إن شاء الله لا نعالجوه. هي اللي أرى قاع أن الأغنى وكذلك الشعر لن يعود ما هو ممحص يعار على الناس قرايته. ندور ذاك كامل اللي فيها من الشيء أنا ماني قاصده، والطباعة ما هي قاصدته، الشيء لابد منه نعودون نعدلوا الإصلاح. كيف قال لكم الوالد إن سنوات وإحنا متباركين معه وصلنا للمرحلة الأخيرة، الله زاد قبل الأخير المحطة قبل الأخيرة، وإن شاء الله نعطيكم خلاصة عن الكتاب اللي ما توصلكم، نعطيكم خلاصة عنه مقتضبة تقرب لكم فكرة الكتاب تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الكريم. أيها السادة الآباء والكتاب والأدباء والموقرون، أيها السادة المدعوون الحاضرون معنا اليوم بمناسبة صدور الطبعة الأولى من ديوان الأديب الراحل أحمد سالم البغوط رحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبعد. يشرفني كثيرا في أن يكون أول من جمع وحقق ديوان المرحوم أحمد سالم البغوط، وذلك لشدة ارتباطي به وبذويه وتأثر البالغ بأدبه اللطيف وحسه المرهف وذوقه الرفيع في جميع أغراض الأدب الحساني، ذلك الإبداع الجميل الذي لاكته الألسن على نطاق واسع ولامس بواقعيته الفريدة وجدان مجتمع البيضان بصفة عامة. وعلى ضوء ذلك كانت تراودني منذ فترة طويلة فكرة جمع ونشر وطبع وديوان هذا الطود الشامخ من عمالقة الأدب الشعبي المشاع في هذا القطر القصي من الوطن العربي، رغم صعوبة البحث وندرة المراجع الموثوق بها في الوقت الحالي. الأمر الذي تطلب مني مقابلة العشرات من الأدباء والكتاب في الإذاعة وغيرها في السنوات الماضية، وقد واكبني في هذا العمل الشاق وعانى ما عانيته من تعب ومشقة ابنه سالم بن أحمد سالم بن بغوط، حيث كانت بصمات هذا الأديب واضحة المعالم في سرد المعلومة التاريخية الصحيحة في الديوان، بل وتارة في الصياغة الأدبية. كما تكلف سالم مشكورا بطبع هذا الديوان الجديد على حسابه الخاص. أيها السادة أبناء وأحفاد وأحباء الأديب الراحل أحمد سالم بن بغوط، أيها الحاضرون الأفاضل، أقول لكم بصراحة أن كتابة التاريخ وغربلة الأدب الشعبي وتنقيحه وتصحيحه والخوض في سلالات وأنساب الناس يحتاج بلا شك إلى أمانة علمية صادقة في البحث وموهبة ثاقبة للإبداع ودراية واسعة في الأنساب، الشيء الذي حاولت جاهدا أن تكون تلك المواهب ماثلة في هذا الكتاب، وقد كان ذلك واضحا في الاستهلالية التي تجلت في المقدمة، وكذلك في الفصل الثاني المتعلق بتاريخ أولاد يحيى بن عثمان وتاريخ قدومهم إلى أدران. ثم بينت في الفصل الثالث كيفية دخول المستعمر الفرنسي والمقاومة المسلحة الباسلة. ثم تطرقت في الفصل الرابع إلى أمراء أهل عثمان بن الفضيل
الذين تعاقبوا على حكم إمارة أولاد يحيى بن عثمان في الشمال الموريتاني. ثم تطرقت في الفصل الخامس إلى بطون أولاد يحيى بن عثمان وفروعها، ثم فصلت في الباب الثاني بطون أولاد غيلان بصفة خاصة وفروعهم، وقسمت ذلك الباب إلى فصول عديدة لكل بطن فصل خاص به. ثم بينت في الفصل الثالث بطن أولاد السلة المثلوثة، ثم وضحت في الفصل الرابع العلاقة الأخوية الروحية الحميمة بين الزعيم محمد بن محمود وصهره العارف بالله الصالح سيد محمد بن سالم إبان نشوء الإمارة على يد الأمير المؤسس عثمان بن الفضيل سنة 1735. ثم أتيت في الفصل الخامس بركائز أولاد السلة وفروع بطونهم. ثم تطرقت في الفصل السابع إلى قدوم الفنان سدوم بن آبا ومساجلات الأدباء بين أهل تقانة وأهل أدلاب، كما تناولت بإسهاب الدور البارز الذي تبوه كل خلف عن سلف رجال مرموقون من أولاد غيلان، خاصة نذكر منهم على سبيل المثال محمد بن مبوط الملقب بالنهاها الذي عاصر في حياته العديد من أمراء أهل أحمد العيد وغيرهم من أمراء تقانة والترازة، حيث كانت تلك الفترة مشحونة بالتجاذبات العاصفة التي ألقت بظلالها القاتمة آنذاك على أدلال بصفة عامة، وقد قاد النهى قومه برباطة جأش وحكمة بالغة وإرادة خلاقة وعزيمة لا تلين. راجع كتاب إمارة أولاد يحيى بن عثمان لمؤلف الفرنسي بيير بونت. فكان النهى رحمه الله بشخصيته الفذة يمتلك زمام الحل والعقد، وإليه يعود الفضل في استتباب السلم الاجتماعي بين كافة مكونات أولاد يحيى بن عثمان بصفة عامة، رغم طغيان الإدارة الفرنسية الحاكمة آنذاك، والتي انتزعت السلطة قسرا وظلما من جميع أمراء وشيوخ القبائل في عموم التراب الوطني. وقد جسد دور الزعيم الحكيم محمد بن بوبوط الملقب النهى الذي بالمفلق الكوري بن مبارك الغيلاني في طلعة طويلة من البت الكبير، نقول من بعضها الذي يقول: شيخنا الشيخ اللي لا انظر همور الشر لحقوه كان، شيخنا حقه واللوخر ساس الغض والدين والإيمان وذي المحمود والعلي بن صار والسليمان والغيلان، قياد الشر في الخير بالصبر كلها بتشر من اليمتان. راجع الصفحة 108 من هذا الديوان. ثم تطرقت أثناء البحث إلى ما قاله أيضا ابنه الأديب أحمد سالم بن محمد بن بوبوط أثناء المساجلات مع صديقه الأمير سيد أحمد بن سيد أحمد العيدة، وكذلك مع صديقه الأمير عبد الرحمن بن بكار بن سويد أحمد. راجع الصفحة رقم 145 في هذا الديوان. ثم عرجت على مساجلات أحمد سالم الأخرى مع صديقه الحميم المختار النش، وكذلك مع أحد المختار البدي والمامون. ثم تطرق إلى سرد بعض من الأسماء ووجهاء من العرب، نذكر منه على سبيل المثال الحصر الحزام وذي المعيوف وأحمد الكركوب ومحمد الغناه الله وحمود المالح وسالم المانت الله والفنان والمحمد الديك وابو سيف والبشام وعلي والحيمود. ثم نقلت بأمانة مساجلات أحمد سالم الشهيرة مع صديقه الأديب الصالح محمد واللادب، وكانت هذه المساجلات المثيرة آنذاك بين أهل تقانة وإلى دار، والتي كان السبب الرئيسي فيها هو قدوم الفنان سدوم بن آبا من تقانة وإقامته في أدلال بين ظهراني أولاد يحيى بن عثمان في أطار، الأمر الذي أثار حفيظة الأديب محمد واللادب حتى غادر تقانة متوجها إلى مدينة أطار من أجل رأب الصدع وحل المشاكل العالقة بين المنطقتين. ثم نقلت أيضا بأمانة علمية نادرة ما وجدته من الأدب المؤسس الثاني للإمارة، وهو الأمير الفارس المغوار أحمد بن سيد أحمد المعروف بن عيد، الذي سنذكر هنا بعض من أدبه في الفخر والفروسية، حيث قال: أنا ذاك يا فرسي وساكت ديان ما قط الفضتي وكذبتي ولا قط انقدتي شور زمان ما في قطعتي ونهبتي. ويقول الأمير سيد أحمد الأحمد العيد أثناء سجنه من طرف المستعمر الفرنسي في ولاة بعض من أدب التوحيد والجهاد، نذكر منه الآن: قافلة قسنا دشرة البلاد فيها مولانا ومعانا وإلى قسنا ولا تزاد ولا تفيها مولانا. بالإضافة إلى نماذج من أدب حميدة بن مبارك الغيلاني في تلك الفترة التي نذكر منه بعضا على سبيل المثال: معتز بنفسه ومفتخر بقومه وعشيرته، حيث قال: ما قط عربي مرمدنا ولا قط فركاب وعدنا، ما قط عربي مرمدنا ولا قط فركاب وعدنا، ولا قط حزم ورعدنا، ولا قط قد عابينا، ولا قط بالباسم فدنا ما صد من لد عيدينا، ولا قط بانت فجاجة غيلان ما صلحت بينا، ومنين قضيان الحاجة يصعب ينحاز علينا، ولا قط حزمتنا متنا، ولا قط حلت حزمتنا، ولا قط فاتتنا فتنة، وابطال العدو بيدينا، وحلال يرفض ضربتنا مخلوق غير ساسينا. راجع الصفحة 57 من الديوان. وقول أحمد سالم بن بوبوط في أدبه الاجتماعي اللطيف حين لاحظ قلة اهتمام البدو والرحل بصلاة الجماعة في المسجد لكونهم يأتون بسرعة إلى جلسات الشاي، حيث قال: هذا الفريق مناتريه ما جاء لمسيد لاما يسمع لذان ولا يجيه غير تجيبوا لقامه.
وقال أيضا أحمد سالم في تقلب أحوال الناس بين إدارة المستعمر الفرنسي: حدوقه الأصفرار وشافها لطار وفرقه تزداف، يرد العين على تل قراه وشافه بديها على رقة طار، والتجار على كل أوصاف تتخالف تبياض وتحمار، والغنم والخنط والأظراف تكيل ويشوف الكبار أقفال مساكين يشك، وفوق أقفال حذف الدار يظهر بعد أن الملك لله الواحد القهار. يقول أيضا في البكاء على الأطلال نماذج منها: كدي تحروش على أحداد ذيك بانت ما كانت يا العقل وذيك زاد كدي تقانت بانت. قال أيضا زين شرعت قد خال من قد نخل عوينة زينة تيالت ودخل حتى العصابة زينة. وكذلك نقلت بعض من أدب كل من زيدان بن الغيلاني وحميدة بن مبارك وأحمد سالم بن كعباش وإبراهيم العوينني ومحمد المختار والبدي والمختار النش وعلي الكوري والمبارك ومحمد بن المبارك وعلي الأبيض ومحمد سيد الوداعة وغيرهم من الأدباء منطقة أدراء الكفر، والمعذرة من إخوتي وأحفاد هؤلاء الأمراء والأدباء إذا خانت الذاكرة في عدم الإحاطة بكل ما قالوه من أدب رفيع وغزير، خاصة أن هؤلاء الزعماء كانوا وما زالوا قدوتنا حتى اليوم في التاريخ والأدب والفروسية والتراث، كما ستظل آثارهم الخالدة لبراصنا ينير الطريق لكل الأجيال المتلاحقة. وأملنا هنا أن تجد كل شريحة عربية ضالتها إن شاء الله في الأدب في الأدب والتاريخ والتراث في هذا الديوان الجديد. كما لا يفوتني هنا أيضا أن أعود مرة ثانية وأقول بصراحة أنه ما كان لهذا الديوان أن يرى النور لولا الاهتمام البالغ والدعم السخي الذي أحاطني به في سنوات البحث الوالد سالم بن أحمد سالم بن ببوط، فإليه يعود الفضل وله مني جزيل الشكر والتقدير. وقبل الختام أذكر أنني قد أثريت هذا الديوان الجديد ببعض من إنتاجي الشخصي في الأدب الشعبي، وكان من ذلك تطفلي مؤخرا بطلعة لقاف قديم ذاعي الصيت لأحمد والعلي العمني والذي شاء فيه. أحمد العلي هو القايل: كلمة غيلان هذا مثبوت مكتوبة في اللوح المحفوظ لأحمد سالم ومنين يموت مكتوبة في اللوح المحفوظ. وعلى ضوء ذلك القاف قلت: في التاريخ ما هو مجحود في العربان وصيت مرفود كارئ، ومحمد والمحمود وأحمد سالم شاع ومحفوظ، ومحا ومحمد ويعود في الخلافة سالم مغروض، في الشيخ تسل به الجود يحفل ذاك المجد المقبول منتقل، ويتم المنشود المعنى في الشيخ محفوظ. كيف تبوه وذاك وسود من العرب وعليهم معوض بالنواجي الدهر الصمود من غيلان وهذا ملحوظ. كلمة غيلان هذا مثبوت مكتوبة في اللوح المحفوظ لأحمد سالم من يموت مكتوبة في اللوح المحفوظ. كما قلت أيضا في هذا المضمار طلعة درجة في هذا المضمار مولي قلت درجة خيمة ببوط بعد ما هو موروثة من الأجداد جد الجد بدأ ما تنش حد ذيك المسألة معلومة، وبل المد اللي ما مد مشفق مد الكومة وبلد المدافع دون رد هما وبلد القلومة خيمة ببوط مبرخة، وعلى العرب نفهم ونعرف الشح وفرخة عنها خيمة معلومة. القاف موجودة في الصفحة رقم 108 من هذا الديوان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين. أنا أيضا الذين أبوا إلا أن يجوا إلى هذه الجلسة التي تتحدث عن علم من أعلام سبيل إلى النهوض بهذه الدولة. أحمد سالم والببوط لا يزيده ولا ينتفع بكلامنا عنه، ولكن ربما يكون المتكلم عن أحمد سالم والببوط مستفيدا، لأنه سيستفيد من تراث أدبي هائل هو وثيقة تاريخية تتكلم عن حقبة معينة مر بها هذا الصقع من الوطن أي ولاية أدرار. وربما تكلم أيضا عن التاريخ السياسي والاجتماعي لموريتانيا جميعا. لا ننسى أن أحمد سالم والببوط ما كان له أن يحرز هذه المكانة الأدبية الرفيعة لولا رهافة حسه وقوة موهبته، لأنه عاش في زمن العمالقة، فهو عاش في قرن كثر فيه الأدباء خاصة المغنين. في هذا القرن كان محمد لبني، وكان سيدي والهدار، وكان مهادي واللوجة، وكان الشيخ محمد لمين،
وكان ولد كعباش، وكان محمد لا دبه، وكان دبه، وكان ولا احمد مرحبه، ايش لا نقول؟ اذا ابراهيم والعوينني وغيرهم مثلا ما يقد حد ما يقد حد يحصي المغنين بأن هذا عصر العمالقة، ومن تبوأ فيه مكانة أدبية سامقة فإن ذلك يعود إلى أنه يستحق بجدارة هذه المكانة. أحمد سالم الببوط اشتهر أدبه بقرب المأخذ، بالسلاسة، وبالوصول إلى المتلقي من دون عناء، سواء تكلم عن السياسة وينون لا خيارات، والمخير ما هو مغبون، ويم حالية في الحسنات ومحالية في الفضاء. هذا الدستور اليوم، الدستور اللي اليوم هذا الدستور اليوم العاد، معناه اللي ما هو متباخل، الاستعمار الظاهر ملموم، الاستعمار الظاهر ملموم في شغل الاستعمار الداخل. اي والله. ايوه كان سالم الببوط تعرف مكانته الأدبية من خلال مساجلاته، هو الساجل مع دبو للشيخ أحمد، والساجل مع والبدي، والساجل مع المختار النش، والساجل مع محمد لبنو، مولي ساجل معه، معناها عنه ساجل مع كبار المغنين وقاطع ياسر من المغنين. ولا هنا قبل نموذج واحد طلعتين من قطاع شهير وطويل، قطاع باطل جاوه أرواق يجي يسلموا عليه، وعاد باطل يقول فندر جبرت 400 هلطار وفات علي ياسر منها قبل بي ذاك اللي خبروا في ايديكم، واللي منها ما فات علي جبتوا هون، وفات عليكم علمني عنه مولانا ما هو مسترضيكم بيكم، علي بديت وانا ما قديت نبد عليكم. واللي يقول له واللي بدي احمد سالم جاء وطلبتوه يا هلطار اللي منعتوه من يعطيكم شيء وفقعتوه، فهذا عادي حيكيكم قيسوه الصباط وسقروه، كانوا يرضوا يسقريكم ومصيكم، هذا قولوا عن قال مغنيكم عن حد كبير جبار نعمة إلى قد لا يحذيكم الله ضمكم منها ما عيبكم متعين فيكم. هو شهير وطويل ما نقدر نشوع عليه كامل. كان أيضا من دعاة المحافظة على الغنى، اللي بتيت المسبول في هذاك النختير نقول كامل غير اللي ما قديت خايف يحكيها عند الهول هذا، من حكاية اللي بتيت اللي ما تعرف حكاية اللي بتيت اخلع عنه وبقيت نعرف عنه في غاية عدت نقول طلع من اللي بتيت، والله قولها طلع من اللي بتيت، معناها عنه ما كان يرضى بهذا اليوم اللي كثر اليوم استهزاء هو لك تجبر الغناء اللي زين. نعرف بعد اني ما نسيت من الاحباب القط ريت هون راعيني هون جاي تسكي، تصريف الناشي مريت حبيب ولات لي تراجي مرياه لاشي، والاحباب مشاو ذاك العد وهذا الشعاد اللاشي ماشي يلا لذاك بعد لي العلني ماشي. ولا شك ان جلسه عن احمد سالم الببوط قد تطول عندما نتتبع نماذجه وأدبه، لأنه أدبه واصل، معناها وصل جميع المناطق، الناس كاملها تعرض من أحمد سالم الببوط، والحديث عنه إنما هو صلة رحم، وإنما هو أيضا التفاتة إلى الماضي واستذكار العظماء عمالقة كان لهم شأن عظيم في إثراء الساحة الأدبية في زمنهم وفيما بعد زمنهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تراثنا الأدبي أرتاح لذلك. لم تتح لي بعد فرصة قراءة هذا الديوان، هذا التأليف، وسأخذ منه إن شاء الله نسخة لأطالعها لأقول رأيي النهائي فيه. أحمد سالم الببوط رحمه الله ليس مجهولا، سواء صدر ديوانه أو لم يصدر، معروف على الساحة الوطنية في طول البلاد وعرضها، معروف لدى الجميع أنه جمع بين مثلث المعرفة المحضرية والفتوة الشاعرية وروح المغفر الشهم، هذا معروف عنه في كل ترى. وسأطالع الكتاب إن شاء الله لأعطي رأيي فيه بصراحة إن شاء الله. هذا الحدث لأنه حدث هام، ويا الاثنين اهتموا به كاملين ولا خلوه على حد منا عن حد، لأن رموز البلد وتاريخ البلد يا الله يعودوا أمام كل حد من الأجيال القادمة، لأن إلى قابة الناس الموجودة ضرك وذي اللي تالبتها يا الله يبقى وجود الناس. ونشكر الحضور ونشكر الحاضرين كاملين ونشكر الأديب المعروف اللي أديب موريتاني المعروف اللي معروف أحمد والعبد القادر
وقانع عن التعريف. وانا زاد قال لي اليبوها ولا ابراهيم ولا عوينني تهميش مولي تهميش ذي الولايه اللي قالها ولايه تادرا والله اماره تادرا وقيابها عن ذا. احنا شنا وسائل الاعلام ينشروا عن تقانت ونشروا عنها ياسر، وهذا احنا مشرفنا وزين عندنا، وعن الترازه وعن غيرهم وعن البراكر غير ولايه تادرا السفن، وذاك قد يعود لا من قياب والله عدم اهتمام ابناء الولايه. ونشكروا بعد البدايه اللي فيها، واحنا ان شاء الله هم اللي ندوروا نحاولوا على انها كانها تعود لنا قفزه، تعود لنا كاملين منا قادين يعدل شيء. واحنا بعد ان شاء الله ذي الاسره اللي قالها العوينني، لان ابراهيم ولا عوينني وابراهيم ولا عوينني وبناء عندهم هم اللي عندنا ان شاء الله عندهم ندوروا نحاولوا كان نعودوا نتلبوه لديبنا الاخر. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله. اذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحمد سالم والبوبوط هامة سامقة وعلامة مميزة في أجيال القصيدة الشعبية البيضانية من قليميم إلى النيشار.